السلام عليكم، عاملين ايه؟ واخبار يومكم؟ يا رب يكون يومكم بخير علينا وعليكم جميعا يا رب. كنا قاعدين كده فقلنا بقى ايه، ربنا بعتنا كوزون دورة كده من عند ربنا كده. يعني واحد اداهم لنا وهو كان معدي، كان جاب دورة من غيته واداهم لنا. فقلت اما اطلع اولع كده ايه في شغل زمان. طريقة زمان ما كنا بنشوف، كنا طبعا زمان كنا بنعمل شوية ولع كده على حاجة اسمها منجد، ونعمل فيها ايه، نجلي فيها الذرة واحنا قاعدين. طبعا ما عنديش منجد. طلعت بره في الخلا، في الحته الخلا اللي قدام بيتنا، وعملت حته ايه، فحرت فحره كده. قمت عامله فيها زي نظام حته منجد كده. وقلت هاجي الدوره بقى زي زمان كده وايه، ونحطه ونش عليه كده بالراحه. انا عاملاه في فرن ولا انا عاملاه في حاجه، ما كانش مستني نطلع اولع الفرن يعني. اما عملت ولعت حبه خشب، كان عندنا برضو خشب في الحته الخلا اللي قدام بيتنا. طبعا انتوا عارفين الشجر اللي قدام البيت ببقى نبقى نجمعه يعني، بنخش الزيت فيه خشب الزيت فيه ونعمله. بس كان المغرب قد كنت مطلعه لندا، وعامله بقى ايه، شفت الشغل الفلاحين بتاع زمان، كنا نقعد كده قدام نسرح على الغيط ونعمل راكت ولع ونقعد نجلي الذره وناكل. اهو دي زمان كده. اه والله كان كوز ذره ولا كان يعني تقولوش طعمه، كان تحفه 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 كده. محطوط على نار هاديه، ونار كده، وانت قاعده وسهرانه، قاعدين كده في الشارع في الطراوه، وقاعدين خالص كده يعني، والعلم المون حوالينا. وقعدنا نجلي كده وايه وناكل سخن كده. قلت كده، هم قالوا العيلة كانوا كنت عايزة اطلع احطه في الفرن. بس هو يوسف قال لي انا عايز يا ماما ايه اعمله على كان عندي واحد صاحبه، وكان امه كانت بتجليه على المانجا. قال لها انا عايز احطه على المانجا وتقعدي تنش عليه كده. يا ابني اعمله زي في المانجا، يقول لي هو كان بتعمله كده في المانجا وتنش عليه. قلت له خلاص ماشي، انا هتفنن لك يا يوسف ايه في المانجد. مش منجد بقى، هتفنن في حاجه زي نظام المانجا. وعملت، بس كان طعمه جميل. يعني تحس كده ان اضواء كده لشغل الفلاحين، وشغل انت قاعده كده في امان الله، ما فيش يعني قاعده كده طبيعيه، واحد عدى عليك اداكي كوزون دول قمت تجلي فيهم وتعملي فيهم. فرحوا العيال وبسطوهم، وكلوا يعني لما شبعوا. هما كلوا منهم لما شبعوا، هما كانوا 6 كيزين اهم. والولعة كفتهم وانا قاعدة كده، بس والله العظيم كانت يعني كان طعمهم حلو، كان طعمهم جميل. وكلنا منهم لما كان، وحتى كانت امي عندي كلت منهم برضو. يعني ما بقولكوش يعني على كان طعم. احنا كنا زمان كنا بنقلي الذرة كده، ما كناش بنقليها في فرن ولا في كلام من ده. كنا نعمل راكة الولعة في الشارع او قدام البيت ونعمل. او مثلا احنا مدورين المكنة في الغيط نقوم برضو نعمله كده. يعني شغل كده، شغل فلاحين. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعله كده عايز سنة سعيدة علينا وعليكم جميعا يا رب. وتنشي كده بقى وانت قاعدة. وقلت له هات لي، قالها قلت له يا ابني الحتة ظلمت. قال لي لا، ده انا هجيب لك لنطة من جوا يا ماما، هجيب لك اللنطة اللي بتبقى تعملها لي الفريخ. وجاب سلكة توصيلة طلع لي الكهرباء بره. هو اللي طلع وعمل النصبة دي كلها. بس انا فحرت الفحرة وهو جاب الخشب ومحمد. وقعدت ايه اولع وانا قاعدة ايه فيها. حتى وانا قاعدة على الكرسي وعمالة انش عليها، قاعد يقول لي ايه يا ابني الولعة شديدة، يقول لي لا اعملي كده اعملي بخشبة يعني نش عليها يعني بأي حاجة. وقعدت انش عليه. والكوز اللي ينقلع ياخدوه ورا مني ياكلوه. اهو. واصحابهم يجوا، اصحابه قاعد يلعبوا بالكرة حوالينا. كنا بعد العشاء. بس كانت يعني شوية ذرة كان طعمهم جميل جو. كانوا صابحين كده جايين من الغيط صابحين. اه. ايه رأيكم في عمايلنا بقى وشغلنا؟ شغل الفلاحين دي ولا شغل الأرياف؟ ولا شغل المدن اللي تعدي تاخدي جوز الذرة تاكلي كده وانت ماشية؟ برضه في المدن الناس لسه بتجلي برضه على الفحم وكده. اهو ده احنا جربنا نخلص اهو. يعني ما اقولش لكم بقى ايه على طعم والله العظيم. الكوز بقى مستوي مستوي كده، مستوي تحس ان هو فيه ريحة بياض، بس مستوي. مش الفرن لهفه كده بالحمار ومحمر وخلاص، لا مستوي. مستوي على نار هادية كده، والنار واخدة ومدية فيه. مهم. وطعمه والله طعمه كان جميل. شورة ابني، اعمل ايه بقى. اهو. والنار فعلا لما بتنش عليها كده النار بتصحصح وتشغل النار معاك.
شغل كده يعني ايه، اللهم صل على النبي يعني، بسم الله ما شاء الله. يا ريت واحد يعدي علينا كده ويدينا كوزين ذرة ونقعد نجليهم. آه. خلصنا. قلت بقى ما انزل لكم ايه الفيديو ده، قال ده انا هصورك كمان يا ابني، هتصورني؟ هي العمليه مستاهله؟ لا، قال هصورك. قلت له صورني اللي يريح. ويا ريت كده ما تنسوناش باللايكات والاشتراكات عشان القناه تكبر وننزل لكم كل جديد، وننزل لكم اي حاجه احنا بنعملها. ادي احنا كنا قاعدين في امان الله، قال لك انا ايه، انا هجيب لك الذره تجليه ونزليه. يا ابني هنزل فيه، هو الذره مستاهل تنزيل؟ قال لا، انا هجليه ونزليه. والله نزل كام توك توك، كان يعني بسم الله ما شاء الله بيجيب مشاهدات حلوه. مم. وتعليقات حلوه خالص والله، الحاجه اللي نفر بنستهتر فيها. وعملت له يعني، فتحت الج... ال... بتاع الغطا بتاعها بتاع الكوز، وعملت له جراب تاني ودخلته وغطيت عليه، لانهم كانوا بيجروا حواليا، ما كانوش العيال كانت قاعده يعني مستقره، كان عشان يعرفوا يمسكوه يعني، لانه كان الكوز ساخن ما كانوش بيعرفوا يمسكوه. مم. والكوز اللي اتجلى ويقولوا له طب اصبروا بقى، كملوا تصوير عليهم، صوروهم وخلصوهم مره واحده. يعني فضلوا واقفين لما خلصت، وراحوا واخدين كل عيل واخد كوز وكانوا ماشيين. مم. وكان معايا اتنين صحابه، يقول انا هروح اقول له خليها تعمل لي زي كده يا خالة شيماء. يا ريت يعني ما تنسوناش كده باللايكات والاشتراكات عشان القناه تكبر وننزل لكم كل جديد. يعني بتمنى ان القناه تكبر وننزل لكم كل جديد. يعني احنا بنقيس عليكم بالتنزيل بس، يعني الحمد لله، يعني ربنا يروج الحال كده وايه، ونشتغل معاكم تاني. يعني هو برضو يعتبر منزل حاجه نفر بتشجع برضو عليها والدنيا بتمشي. يا رب توفقنا ووفق الجميع يا رب، وارزقنا وارزقهم يا رب. خلصنا اهو، هطفي النار بقى ايه بشوية مية كده ولا حاجة ونخلص. اهو. هو يعني برضو مش عارفة يعني، احنا كنا من زمان بنجلي كده ونعمله كده. مهم. حطيتولهم تاني في كل كوز مكان. مهم. يعني ما تنسوناش كده باللايكات والاشتراكات عشان القناة تكبر وننزل كل جديد يا ولاد. اهو شيل الكوز مستوي وجميل والله، ولا ني ولا ملهوف ولا معمول في فرن وملهوف ولا في اي حاجة. النار مسوية كده، النار يعني تسوية الفحم دي بتبقى طعمها تاني، ليها طعم تاني. تسوية الفحم بلا طعم تاني. والسلام عليكم.